لو ناوي تسافر ألمانيا للدراسة أو الشغل أكيد سمعت عن البلوكد أكاونت. بس هو إيه بالظبط وليه بيطلبوه وإزاي تفتحه بسهولة من غير دوشة؟ تعال أقول لك كل التفاصيل اللي هتسهل عليك رحلتك. أولاً إيه هو البلوكد أكاونت؟ الحساب البنكي المحجوز أو البلوكد أكاونت هو حساب بنكي خاص. ليه مطلوب؟ عشان يكون في ضمان إن الطالب أو المقيم مش هيعتمد على الدعم الحكومي، عشان تضمن إن معاك مصروف شهري ثابت حوالي 1083 يورو في 183 يوم في السنة خلال فترة إقامتك. الحساب ده بيكون محجوز، يعني مش هتقدر تسحب منه فلوس كلها مرة واحدة، بس تقدر تسحب مبلغ شهري محدد. في شركات ومصارف معروفة بتوفر الحساب ده للطلبة. أشهر الشركات فينتيبا، إكسباتريو، دويتشا بانك. في بعض الحالات تعمل طلب إلكتروني وتحط المبلغ المطلوب في الحساب حوالي 13,000 يورو لسنة واحدة. بعد ما يتم تأكيد الحساب بتاخد وثيقة رسمية تثبت وجود الحساب، دي هتقدمها مع ملف طلب التأشيرة. سحب مبلغ شهري ثابت حوالي 900 يورو. تأمين صحة وتأمينات ممكن تضيفها مع بعض الشركات. خدمات إلكترونية ومتابعة سهلة. تأكيد موثوق به للسفارة. نصايح مهمة: اختار شركة موثوقة وسهلة التعامل. ابدأ فتح الحساب بدري عشان ما تضيعش وقت في إجراءات الفيزا. حافظ على كل الوثائق الرسمية عشان تضمن قبول الفيزا. ما تنساش تعمل حساب توفير أو عادي لو كنت ناوي تشتغل بعد ما توصل. هو أول خطوة مهمة في رحلتك لألمانيا. لو عرفت تستعد صح هتسهل عليك كتير في استخراج الفيزا وعيش الحياة هناك. وعشان كده فريق المهاجر بيقولك تابعنا واستنى المعلومة الجاية.